السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم براء الدايم وعلاء مدهش. اليوم حنغطي مباراة النهائي، آخر نهائي في السنة تقريبا خلاص احنا كده حنوقف الرياكشن لمدة يمكن شهر أقل شيء. من لما يرجع كأس العالم والمباريات القوية، كأس العالم للأندية ومباراة آسيا. مباراة اليوم الوداد المغربي والأهلي المصري. مباراة طحن والله طحن. ايه؟ شفنا في الكومنتات الجماهير مشحونة ولو جيت جحيم الكازا ما حتفوز وتهديدات. جحيم الكازا معروف، هو زي ما قلنا احنا أول الأهلي كان المفروض يفرق مع في النتيجة، صح؟ لأنه لو حيروح هناك هيلعب مباراة صعبة جماهير مرعبة، معروف جدا معروف جدا. الملعب فل، جماهير مرعبة. فارض خصمك، النتيجة اللي فزت فيها 2-1 ما هي مريحة. صح. والله الله يعينكم يا أهلاوية، الله يعينكم يا ودادية، يعني مباراة صعبة جدا. والله من الأشياء اللي وصلتني في الحلقة السابقة، ليش ما أنت محايد؟ ليش أنت مثلا يا حبيبي أنا أقدر أكون منافق، أقدر أكون كذاب وأقول لك إني أنا ما في شيء اسمه محايد في كرة القدم، يا ده صح، يا إني أميل لده يا أميل لده، ما في أحد اسمه محايد. وبدون إسقاط على الفريق الثاني، ما أسقط. أيوه عادي، فريقين قلنا فريقين كبيرة ومن غير تطبيل زايد. عادي، وهدف جميل للوداد قلنا. أيوه بس ما حد شافها يعني. سبحان الله ما حد سمعها. فنقلل الاحتقان شويه وعصبيه. والله احنا مع الاثنين، ترى احنا مع الاهلي ولا احنا مع الوداد. يمكن امين يعني عادي ميالان للاهلي، بما اني من زمان اتفرج الاهلي اكثر صراحه. بس هو يعني هنا الفكره، ولكن حنقول مبروك للفايز وهارد لك للخاسر. وقلنا فريقين كبيره جدا، الاهلي سيد القاره والوداد في الفتره الاخيره السابق. أيوه. وفريق يعني فريق قوي صراحه. صحيح. يعني دائما الوداد نشوف البطوله هذه باين من منتخب المغرب اللي طلع معانا في كاس العالم، يعني المركز الرابع في كاس العالم ما شاء الله تبارك. شرفنا، ما يحتاج والله. فاللي حيفوز حنقول له مبروك، والمهزوم حنقول له هارد لك. ولا تشخصنوا المواضيع ابدا، بالعكس جداً. والله نتشرف فيكم كلكم، والله على عيننا وراسنا. لا هذا على عيننا وراسنا، هذا لبناني هذا لبناني. انا قلت على عيننا وراسنا بس ما قلت على عيننا. ديما مغرب ديما. هذه الكلمه سمعتها في الكومنتات وعجبتني صراحه. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. والان تبدا المباراه، توقعاتك؟ والله مباراة مرة صعبة. أنا شفت الملعب، شفت الجمهور، شفت أراها صعبة على الأهلي. والله صعبة على الأهلي. أشاركك صراحة نفس الشيء، أشوفها صعبة. أيوه، إلا إذا كان عندهم انضباط دفاعي وعرفوا يسرقوا هدف. أيوه بس هي سرقة الهدف دي تفرق. مشكلة. أيوه مشكلة. مباراة صعبة والله، ما أقدر حتى أتوقع، ماني قادر أتوقع. مباراة صعبة، أقول 50-50 بس مو 50-50، لا بالعكس. الوداد المغرب في أرضه حيكون أقوى تركيز، جماهير، ضغط. فحيكون أقوى. جرينتا وما معروف ما شاء الله فرق. كل الفرق الافريقيه ما شاء الله. أيوة. شمال افريقيا في الجرينتا مو طبيعيين. شوف الجمهور والله ما شاء الله فل. ها فل سواها الوداد، والله سواها. نفس الفاول الاول نفسه. ما شاء الله تبارك الله، يستاهل. ديما مغرب والله ديما. هذه من أصعب العرضيات لما تعرضها وتدق قبل عند الحارس. شوف ما شاء الله جحيم، والله جحيم كازا. اعتذر من جماهير المغرب والله معليش والله جحيم جحيم الكازا ما شاء الله تبارك الله. لا الوداد بياخذها مرة ثانية ورا بعض، بيقتل أسطورة الأهلي والله. شكله الأهلي معروف هو القائد في إفريقيا، الآن الوداد قاعد يجلد. الحكم بيناديهم، بس بالغوا في الاحتفال ولا ايه؟ ما حد من اساسا. لا ما في شيء ولا ما في شيء. اول شناوي مسكها، ما له شغل، ما له حتى اللي بيخش على الكوره ما هو اوف سايد اصلا، لاعب ثاني. اقول لك نفس الفاول الاول الشناوي مسكها ودحيلها. ايه والله كده صعبة المباراة على الاهلي. هو تبي الصراحة الاهلي فرط فيها في الذهاب يعني. صح. كان مدى بس 2-1 ما تطمنك، انت حتروح في كازا. والله في كازا بالجماهير. اي والله الجماهير العاشقة. هذه جماهير العاشقة، لا تقول لي جماهير ثانية، هذه جماهير العاشقة. والله كل الجماهير عاشقة الفريق يعني. حتى في مصر كان الملعب فول وجنان وجمهور ما شاء الله. السعر الدفاعي مو طبيعي صراحة، زي المغرب، زي المنتخب. والله بعد المنتخب المغرب عطلوا اسبانيا، عطلوا البرتغال. عيد
عيد هذه الكلمة. عطل البرتغال. عطل البرتغال. ايه عطل الدون. الدون فين حطوه؟ في الاحتياط. في الاحتياط. النصيري جاء ركب وجاب هدف والدون نايم. انا وفصل هجمة ليش؟ اول ليش فصل هجمة؟ ايه انفرادة. ايوه. وفي القائم ترى جات الكورة وخرب. وقف. ايه ما ادري ايش فيه. لا التحكيم الافريقي كارثي. والله كارثي التحكيم الافريقي. يعني على الفريقين، فاهم؟ على الفريقين. لا مهما كان ما ينهي زي كذا والله. ايوه ما الكوره يعني شيء غريب والله. الحكم اقل من المباراه صعبه عليه صراحه. احنا صح من قبل المباراه قلنا الله يعين الحكم، ولكن لازم حكم شخصيته اقوى من كده، يعرف يضبط المباراه، حتكون مباراه كلها التحامات. معروف يعني معروف. ما عندنا شيء كارت هنا وكارت هنا من البدايه كده بس يهدي الرتم. انتهى الشوط الاول. مباراة صعبة على الفريقين مرة جدا صعبة. ما هي تكتيكية، لا مباراة قوة بدنية، ضرب عشوائي. ما ادري ما حيكون شوط المدربين، اتوقع شوط اللي الاقوى الاقوى صراحة الاقوى باين على الاقل اخطاء باين. ايه باين المباراة مرة كانت سريعة عشوائية جدا. صعب اللعب في جحيم في الكاس. مرة صعب اللعب متوتر اصلا. باين انه الوداد مركز على الضربات الحرة وتدربوا عليها 100%. باين انه لعبوها الاثنين بنفس الطريقة. والثالثة كمان كانوا بيسووها ولكن ما صارت. نستنى الشوط الثاني اللي هو مو شوط المدربين. انا اليوم مو شوط المدربين، حيكون شوط اللي ما اقل الاكثر تركيزا واقل اخطاء، اللي يحافظ على اعصابه شوي. انتظرونا في الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني برضه شوف فيه كده ارتباك من الحكم، ما ادري قاعد يتكلم في يمكن السماعات ما شغاله حق الفار. تصير في الكره الافريقيه تصير كثير. سمعنا في الاستوديو التحليلي قاعد يتكلم عن اللقطات اللي احنا كنا ما لنا فاهمين ايش صار. يقول المحلل يقول وائل جمعه يقول انه الحكم وقف الكوره وهي فرصه للاهلي، فعشان كذا الشحات كان معصب. نرجع انه الحكم كارثي. صح الحكم كارثي. كان يستنى هجمه وبعدين يرجع عادي يرجع يعني صارت لو انه هذا الشيء اللي صار. انا ماني مستغرب كنت والله. زي ما قال الجمهور اهلا بك في جحيم كازا. يا الله اقسم بالله اصوات رعب. ايش هذا؟ صواريخ، العاب ناريه عشان تقول صواريخ والناس يفهموا شيء غلط. العاب ناريه مفرقعات تخيل شوف كل واقع. ترى انت لو ما ايش حتسوي كذا حتسوي والله حتصيح قدامك ماني عارف العب. انت في اثنين برا يتفرجوا عليك تصير كذا. علاء ايش رايك في المباراه؟ والله رعب اقسم بالله شيء مو طبيعي. ضرب، عنف، ما في تكتيك، صفر تكتيك. جماهير كم ليزر شفنا؟ والله اظن فوق 1000 ليزر. فوق 1000 ليزر. حتى الاحتياط يجي عليهم ليزر اللعيبه. ما شاء الله الاجواء ديما مرعبه والله جحيم الكازا. هوبا لا هلا لمسه. طب شويه من التمثيل بريالين تمثيل. يقول له ايش فيه؟ قال له فار. واثق، انا شايفه واثق. طب خلوا الحكم خلوا الحكم يمشي. قال له العب بس بلا فار ولا كان فار. ما نمشي يا راجل. لا مستحب باين اصلا يعني الثقة اللي رجع للحكم ويقول له ارجع للفار. انا صدقتك. مو كذا يا اخي. التصوير غير هدف. ايش فيه؟ هدف للاهلي. كيف؟ التصوير ايش بو؟ هدف يا عيال. هدف والله صدق. وخر على الجماهير. وخر على الجماهير. كيف جاء الهدف؟ التصوير فيه المشكلة ما لاحظت؟ الا والله. انا ايش قايل قبل شيء؟ هذه فرصة الاهلي انه يجيب هدف. لعب ما في لعب. والله ريال مدريد افريقيا. يا والله يا صعب.
شو من اول عارضه. يا سلام يا سلام، والله هدف صعب، يعني الدفاع كان اكثر، قدم اول عارضه ولسعها لسع. هدف جميل والله. احنا ايش قلنا؟ لو جميل. الدفاع فقد التركيز وحيجي هدف، وهذا الهدف معروف انه الدفاع فقد التركيز، ما يجي اول عارضه ويهدها زي كده. كده مباراة ممكن تصير فيها ضرب ومضروب. كده ضرب ومضروب. تحداك احد يستقبل كوره عادي. والله ما في لعب. شفت قبل شويه هدها كيف؟ هدى وكذا وسوى كذا، يبي اي احد جنبه حينضرب. زي ما قلت والله كله حنضرب. شوف هنا اثنين ضاربوا، هنا اثنين ضاربوا، هناك هناك والله الحكم يمسك ده ولا ده ما في. اسكت المدرب قال لك يوجه، والله توجه. اسكت ولا شيء يطبق، والله ما حيطبق ولا شيء، خلاص كله مركز اني انا حقاتل وقت القتال. الله، واحد واحد ثلاثة، والله ليه وقف ذاك؟ ليه؟ ليه ما يخاها؟ ليه ما يخاها؟ جد اصلا اوف سايد، اتاخر هذاك، اتاخر في المناوله والله حرام، هذه انفراده كانت الاهلي. اوه كسروها، ترى كسروا اوف سايد، كسر الاوف سايد، ما هي اوف سايد، العب العب، مسوي لي وتارو زي وتارو امس. طيب ايش بو كده بشويش قاعد يلعبها؟ ما ادري ايش صار، ولا واحد جاء سانده، كلهم يتفرجوا فيه. عدي اسحب وشوت. والله راح اضرب والله معصبين مرة. نروح والله ضيعها الاهلي المصري، كان بدأ يفلت بالنتيجة. ها انفرادة ثالثة، انفرادة ثالثة للاهلي المصري بس. ترى الوداد يقدر يسويها، هدف واحد ويسويها الوداد. اوه تعادل صح، 2-1 تعادل، عشان كذا ارتخاء، الاولى 2-1 2-1 تعادل. شوف ما يبي يستعجل، فاهم؟ اديك هيا حط. والله انك ألف مبروك لعمالقة افريقيا. شخصية البطل. والله قلناها، لا عاد يزعل، الحقيقة تنقال، الاهلي اليوم فاز بالشخصية. وهارد لك للوداد المغربي. انا اعتبر الوداد ما لعبوا كورة، مرة ما لعبوا، ركزوا على الاستفزاز، ركزوا على العنف، والله جابوا هدف وطاحوا من بدري. الوداد يعرفوا يلعبوا كورة في العرض، ما لعبوا، كان التركيز خارج انه خلاص جبنا هدف احنا فزنا. صح. لا، عندك جمهور عظيم زي كذا من الشوط الاول، عندك جمهور عظيم في ارضك، لا العب كوره. خليتوا المباراه عباره عن فوضى كرويه صراحه، ما تفرجنا اي شيء اليوم، ما تفرجنا صراحه، كله كانت مضاربات، كان شد عصبي، مباراه ما تشدك تكتيكيا ابدا، صح، يشدك فيها جمهور والشد العصبي اللي فيها بس. ما في تكتيك، ما في كوره ما تلعبت اليوم. نتكلم عن المغرب، ناس تعرف تلعب كوره، رابع منتخبهم وصل الرابع في العالم، المنتخب المصري ابطال. ما في كوره اليوم عباره عن روح قتال، وقلنا تركيز. الوداد فقد التركيز في هجمه الركنيه والاهلي جابها واخذ البطوله. صحيح. مبروك لجماهير الاهلي، مبروك البطوله ال11. والله ما شاء الله 11 ويمكن 5 أو 6 نهائيات لعبها، يعني انت متخيل العظمه. يعني النهائي من غير اهلي هذا اللي خسر فيها. ايوه خسر فيها. يعني النهائي لازم فيه له الاهلي، والله صراحه لازم فيه الاهلي، عشان كذا نقول الاهلي طرف ثابت، بطل. بطل فريق بطل. السنه اللي فاتت كان الوداد بطل، والسنه هذه كان ممكن يكون بطل، ولكن والاهلي نفس الكلام. يوم لك ويوم عليك، هذه كره القدم في الاخير، اخوان احباب
ما تفرقنا الكوره بالعكس. اكيد والله بالعكس، احنا نتمنى الكره العربيه كمان تصير اكبر واكبر من الاوروبيه ولا نقدر بعد ما شفنا المغرب، شفنا السعوديه فازت على الارجنتين، شفنا تونس فازت على فرنسا، ولكن اليوم اللي شفناه برضه قلنا اليوم دروب دروب كروي، ما في كره قدم. شوف كوره تمثيل من الدقيقة 60 أو من الشوط الأول ناس بتمثل. صح. ونتكلم برضو التحكيم يعني والله هي مباراة صعبة ايوه كل شيء والحكم صحيح جدا، ولكن الحمد لله على كل حال. ألف مبروك لجماهير الأهلي، نادي القرن الإفريقي، بطل أبطال أفريقيا، يعني ايش تقول فيه؟ والله بتاع كله ما شاء الله. وهذا المونديال المليون اللي حيلعبوا، اي مونديال ما شاء الله الاهلي موجود فيه، يستاهل صراحه فريق. بس رساله كان معانا مشجع اتحادي هنا، ايوه رساله من مشجع اتحادي، احذرنا. هذا الاتحادي عنده سابقه مع جماهير الاهلي المصري، صحيح، وفازوا عليهم في عز الاهلي المصري، صحيح. فالاتحادي يقول لك هيا تعالى، واتمنى الرد يكون في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله نشوف بطوله كاس عالم في السعوديه هنا، اسطوريه حتكون بطوله ان شاء الله باذن الله. شايفين الاتحاد، احنا شايفين صفقات الاتحاد. بنزيما متعودين انه مدريد، المره دي حيكون مع يعني سجل واربح، سجل بس سجل. بنزيما وفي مكه جنبه مكه والملعب، يعني يسوي عمره ويجي يسجل، يسوي عمره جليتش. كاس العالم الاتحادي شكله. والله مستنيها فارغ الصبر صراحه. غير انه بجده احنا عندنا اللي ما يعرف، ترى المباريات في جده لها طعم. اي والله لها طعم. جماهير ممتعه جدا، جماهير ممتعه في جده. خلاص وصلنا لهذه الحلقه، مبروك. ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم براء الدايل وعلاء مدهش. سلام.